النهارده هنتكلم على أول درس في الوحدة الثانية، بتتكلم على أحداث وشخصيات بارزة في التاريخ الإسلامي. الدرس الأول معانا بيتكلم على الدولة الأموية اللي بدأت معايا من عام 41 هجرية حتى 132 هجرية. بس قبل ما نبدأ مع بعض في الدولة الأموية نربط مع بعض كده الأحداث اللي خدناها في الترم الأول، ونهينا الموضوع ده بعد نهاية عصر الخلفاء الراشدين. انتهى عصر الخلفاء الراشدين باستشهاد علي بن أبي طالب. كل القصة والحكاية أنه بعد استشهاد علي بن أبي طالب سنة 40 هجرية انتهى عصر الخلفاء الراشدين، وبدأ معايا عصر الدولة الأموية. وهنا تولى معاوية بن أبي سفيان الخلافة مؤسسا الدولة الأموية اللي استمرت من عام 41 هجرية زي ما احنا قلنا دلوقتي حتى عام 132 هجرية. هنا لما استشهد علي بن أبي طالب كان معاوية والين على الشام منذ عهد عمر بن الخطاب، وبعد مقتل الخليفة علي بن أبي طالب دخل ابنه الحسن بن علي في صلح معه، وتنازل عن الخلافة سنة 41 هجرية فيما يعرف بعام الجماعة، حيث توحدت الأمة الإسلامية زي ما احنا عارفين، أو أنتم لسه مش عارفين فدينا بعرفكم بعد فترة من الفتنة والاقتتال الداخلي. طيب عايزين نعرف هو يعني إيه عام الجماعة؟ سمي بهذا الاسم لأنه اجتمع الناس على معاوية، وكان معاوية زي ما احنا قلنا دلوقتي كان والي على بلاد الشام منذ عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ويلا بينا نتكلم مع بعض في الدرس الأول، وهو بيتكلم على الدولة الأموية. فإحنا في الدولة الأموية هنتكلم مع بعض مين هو المؤسس ليها، مؤسس الدولة الأموية، وعايزين نعرف مكان تأسيسها كان فين، وعايزين نعرف مع بعض مدة حكمها للعالم الإسلامي. يبقى عايزين نتعرف مع بعض مين مؤسس الدولة الأموية ومين ومكانها فين ومدة حكمها الإسلامي كان كام. أول حاجة مع بعض هنتكلم على مؤسس الدولة الأموية. مؤسس الدولة الأموية زي ما احنا عرفنا وتعرفنا من شوية وهو معاوية ابن أبي سفيان. ابن مين؟ معاوية ابن أبي سفيان. مكان التأسيس بتاعها كان فين؟ كان في بلاد الشام. بلاد ايه؟ بلاد الشام اللي هي سوريا ولبنان. طيب مدة حكمها كان قد ايه؟ مدة الحكم كان 91 عام. عشان كده يجيني سؤال ويقول لي بما تفسر ازدهرت الحضارة الإسلامية في عهد مين؟ في عهد الدولة الأموية. والله عشان خاطر إنه الأمويين دول أول حاجة اهتم الأمويون بتنظيم شؤون الدولة داخليا وخارجيا. اهتموا بشؤون الدولة إيه؟ داخليا وخارجيا. رقم اتنين إنهم اهتموا بالعلوم والفنون والعمارة. إيه تاني؟ كمان إن هم استكملوا الحركات أو الفتوحات الإسلامية وتوسيع حدود الدولة الإسلامية شرقا وغربا. شرقا وإيه؟ شرقا وغربا. طيب ثاني بقول يجيني سؤال يقول لي بما تفسر ازدهرت الحضارة الإسلامية في عهد الدولة الأموية. هقول له لأنهم اهتموا بتنظيم شؤون الدولة داخليا وخارجيا، وأنهم اهتموا بالعلوم والفنون والعمارة، واهتموا باستكمال الفتوحات الإسلامية وتوسيع الحدود الدولة الإسلامية شرقا وغربا. تعال مع بعض نتكلم أو نتعرف على خلفاء الدولة الأموية. خلفاء مين؟ الدولة الأموية، ونتعرف مع بعض على أهم أعمالهم. خلفاء الدولة الأموية كانوا معايا 14 خليفة. كانوا كام؟ 14 خليفة، منهم وأهمهم أربعة. منهم وأهمهم كام؟ أربعة. رقم واحد وهو طبعا احنا تعرفنا عليه من شوية معاوية ابن أبي سفيان. معاوية ابن مين؟ ابن أبي سفيان. مين تاني؟ عبد الملك ابن مروان. عبد الملك ابن مروان. مين تاني؟ الوليد ابن عبد الملك. تمام. ومين تاني؟ وعمر ابن عبد العزيز. أول خليفة هنبدأ نتكلم عليه مع بعض وهو معاوية ابن أبي سفيان. معاوية ابن مين؟ معاوية ابن أبي سفيان. طيب معاوية ابن أبي سفيان هو المؤسس الأول. هو المؤسس الأول للدولة مين؟ للدولة الأموية. هو المؤسس الأول لمين؟ للدولة الأموية. طيب تمام. هنا تولى معاوية ابن أبي سفيان الخلافة من سنة 41 هجرية حتى 60 هجرية. وهنا كلمة الدولة الأموية ومعاوية بن أبي سفيان ينسب إلى بني أمية. ينسب لمين؟ لبني أمية. طيب أهم أعمال معاوية بن أبي سفيان هنتعرف عليها دلوقتي. أول حاجة معايا إن معاوية بن أبي سفيان
أسس ديوان الخاتم. عشان كده يجيني سؤال يقول لي بما تفسر أسس الخليفة معاوية ابن أبي سفيان ديوان الخاتم؟ هو ليه عمل ديوان الخاتم؟ وكلمة ديوان معناها سجل أو دفتر، وطبعا زي ما احنا عارفين بيرجع الفضل في إنشائها إلى الخليفة عمر ابن الخطاب، وأصلا كلمة ديوان كلمة فارسية. ونرجع لموضوعنا مرة تانية في السؤال اللي احنا قلناه دلوقتي، وبيقول لي بما تفسر أسس معاوية ابن أبي سفيان ديوان الخاتم. السؤال ده مهم جدا. ليه؟ هقول له لختم الرسائل بالشمع. طب ليه بيختم الرسائل بالشمع؟ قال لي منعا للتزوير والتعديل. منع لايه؟ للتزوير والتعديل. رقم 2 من اهم اعماله ان هو اسس ديوان البريد. عشان كده برضه يجيني سؤال تاني يقول لي بما تفسر اسس الخليفه معاويه ابن ابي سفيان ديوان البريد. ليه؟ قال لي لنقل الرسائل. لنقل ايه؟ الرسائل. هو ليه بينقل الرسائل؟ قال لي تسهيلا للاتصال بين الخليفة والأقاليم الإسلامية. يبقى هنا ليه أسس ديوان البريد؟ عشان ينقل الرسائل ويسهل الاتصال بين الخليفة والأقاليم إيه؟ والأقاليم الإسلامية. طب عمل إيه تاني؟ اهتم بالعمران. معاوية بن أبي سفيان اهتم بالعمران. ويجيني سؤال برضه يقول لي دلل اهتم معاوية بن أبي سفيان بالعمران. أقول له لأنه هو شيدت في عهده مدينة مين؟ مدينة القيروان في تونس. مدينة مين؟ مدينة القيروان في تونس. رقم 4 من أهم أعماله إنه هو اهتم بالجيش والبحرية الإسلامية. معاوية بن أبي سفيان اهتم بالجيش والبحرية الإسلامية. أيوة. طب إيه الدليل؟ يجيني سؤال يقول لي دلل. هقول له لأنه هو رقم 1 أنشأ العديد من المصانع لبناء السفن. أنشأ العديد من المصانع لبناء إيه؟ لبناء السفن. أيضا إنه هو قام بتطوير الموانئ البحرية. يبقى معاوية بن أبي سفيان اهتم بالجيش والبحرية الإسلامية. طب إيه الدليل؟ الدليل إن هو أنشأ العديد من المصانع لبناء السفن. كمان قام بتطوير الموانئ إيه؟ الموانئ البحرية. أيضا معاوية بن أبي سفيان اهتم بتوسيع حدود الدولة الإسلامية. والله هو اهتم بتوسيع الدولة الإسلامية. طب يا عم اديني دليل. هقول له أيوة، لأنه امتدت الدولة الإسلامية في عهده من المحيط الأطلنطي غربا حتى سواحل بلاد الهند والمحيط الهندي فين؟ شرقا. ده بالنسبة لمعاوية ابن أبي سفيان. يلا بينا نتكلم على عبد الملك ابن مروان. تعالوا مع بعض نتكلم على تاني أهم خليفة من خلفاء الدولة الأموية، وهو عبد الملك ابن مروان. عبد الملك بن مروان هو المؤسس الثاني للدولة الأموية، وهنعرف مع بعض ليه دلوقتي. أول حاجة نتعرف عليها إن فترة حكمه. فترة حكم عبد الملك ابن مروان كانت من سنة 65 هجرية واستمرت لحد سنة كام؟ 86 هجرية. وهنا اعتبر المؤرخون إنه هو المؤسس الثاني للدولة الأموية. يبقى المؤرخون اعتبروا عبد الملك ابن مروان هو المؤسس الثاني للدولة الأموية. عشان كده يجيني سؤال يقول لي بما تفسر. ليه بقى؟ لأنه هو قام بتوحيد الدولة الإسلامية مرة أخرى. يبقى تاني لأنه قام بتوحيد إيه؟ الدولة الإسلامية مرة أخرى. ده ليه يا عمي؟ لأنه في الفترة قبل ما يمسك الحكم، اللي هي طبعا احنا عارفين إنه معاوية بن أبي سفيان آخر حكم ليه كان 60 هجرية، فمن 60 لحد 65 في الفترة ديت مالها كان العالم الإسلامي بيسود حالة من الفوضى والضعف والانقسامات. يبقى لأنه ليه؟ أقوله بعد أن كان العالم الإسلامي يسوده إيه؟ يسوده حالة من الفوضى والضعف والانقسامات. تعالى مع بعض نتكلم على أهم أعمال عبد الملك ابن مروان. أول حاجة معايا وهي تعريب الدواوين. تعريب إيه؟ تعريب الدواوين. وأصبحت معايا الدواوين مكتوبة باللغة العربية بدلا من اللغات الأخرى زي الفارسية. يبقى أصبحت اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد والإدارة. يبقى أصبحت اللغة العربية مالها هي اللغة الرسمية لمين؟ للإدارة في البلاد. طيب ايه تاني من اهم اعمال عبد الملك بن مروان؟ قال لي انه هو اهتم بالعمران. اهتم بايه؟ بالعمران. طب ايه اللي عمله بالنسبه للعمران؟ انه هو شيد مسجد قبة الصخرة في فلسطين.
يبقى قبة الصخرة اللي في فلسطين حاليا مين اللي بناه؟ يبقى مسجد قبة الصخرة اللي موجود في فلسطين مين اللي شيده؟ هو عبد الملك ابن مروان. طب ايه تاني عمله؟ قال لي رقم 3 انه عبد الملك ابن مروان سك العملة. سك ايه؟ سك العملة، يعني طبع العملة. فعبد الملك ابن مروان أنشأ أول دار لسك الدراهم، لسك إيه؟ الدراهم والدنانير. سك الدراهم وإيه؟ والدنانير الإسلامية باللغة العربية. يبقى عبد الملك ابن مروان سك ايه؟ سك العملة، فأنشأ أول دار لسك الدراهم والدنانير الإسلامية باللغة ايه؟ باللغة العربية. باللغة ايه؟ باللغة العربية. رقم 4 طبعا هنتكلم على الفتوحات الإسلامية. من أهم أعماله في الفتوحات الإسلامية إن الراجل ده واصل حركات الفتوحات الإسلامية في شمال افريقيا ومين تاني؟ واسيا الصغرى. واسيا مين؟ واسيا الصغرى. ده بالنسبه لاهم اعمال عبد الملك ابن مروان. يبقى عبد الملك ابن مروان عمل ايه؟ عمل ان هو عرب الدواوين واهتم بالعمران فشيد مسجد قبة الصخرة وسك العملة وأنشأ أول دار لسك الدراهم والدنانير الإسلامية باللغة العربية. وفي الفتوحات الإسلامية أنه هو واصل حركات الفتوحات الإسلامية في شمال إفريقيا وآسيا الصغرى. تعال مع بعض نتكلم على ثالث شخصية وأهم شخصيات خلفاء الدولة الأموية، وهو الوليد ابن عبد الملك. الوليد بن عبد الملك بن مروان ده مسك الحكم بعد أبيه من سنة 86 هجرية حتى عام 96 هجرية، يعني بعد أبيه الخليفة مين؟ بعد أبيه الخليفة عبد الملك ابن مروان. من أهم أعماله أول حاجة معايا إنه هو اهتم بالعمران. يبقى الوليد بن عبد الملك اهتم بايه؟ بالعمران. طب عمل ايه؟ اول حاجه معايا مهد الطرق. تمهيد ايه؟ تمهيد الطرق. ايه تاني؟ انه هو شيد المسجد الاموي. شيد المسجد الاموي اللي هو فين؟ اللي موجود معايا في دمشق بسوريا. ايه تاني؟ انه هو حفر الابار وبنى المستشفيات. ومش كده وبس، ده وكمان أمر بتوسيع الحرم المكي والحرم النبوي. يبقى أهم أعمال الوليد ابن عبد الملك الخليفة الوليد ابن عبد الملك إن هو اهتم بالعمران. طب اهتم بالعمران عمل إيه؟ رقم 1 قلنا إن هو مهد الطرق. رقم 2 إن هو شيد المسجد الأموي في دمشق بسوريا. رقم 3 إن هو حفر الآبار وبنى المستشفيات. رقم 4 إن هو أمر بتوسيع الحرم المكي والحرم إيه؟ والحرم النبوي. طيب هو المسجد الأموي ده، المسجد الأموي سمي ليه بالمسجد الأموي؟ سمي بالمسجد الأموي نسبة طبعا للدولة الأموية. طيب مكانه فين؟ زي ما احنا اتكلمنا مكانه في دمشق بسوريا. طيب التصميم المعماري للمسجد ان هو كان بيتميز معايا بروعة التصميم والزخارف والنقوش الإسلامية الجميلة على الجدران داخل وخارج مين؟ خارج المسجد الأموي. أيضا ان الوليد بن عبد الملك ان هو اهتم طبعا بالفتوحات الإسلامية. بالفتوحات ايه؟ بالفتوحات الإسلامية. الوليد بن عبد الملك واصل حركة الفتوحات الإسلامية فوصلت جيوش المسلمين إلى بلاد السند شرقا والأندلس غربا. ده بالنسبة للوليد ابن عبد الملك. تعالوا مع بعض نتكلم على رابع خليفة حتى الآن، وهو الخليفة عمر ابن عبد العزيز. الخليفة عمر ابن عبد العزيز ده مسك الحكم من سنة 99 هجرية حتى عام 101 هجرية. ومن أهم أعماله رقم 1 تحقيق العدالة. يجيني سؤال ويقول لي دلل. اهتم عمر بن عبد العزيز أو الخليفة عمر بن عبد العزيز بتحقيق العدالة. بتحقيق العدالة. والله ده من خلال حسن اختيار القضاة والولاة والموظفين. طيب ايه هي الصفات ديت؟ قال لك ممن يتصفون بالعلم والإيمان وحسن السيرة. يبقى أهم أعمال عمر بن عبد العزيز إنه هو اهتم بتحقيق العدالة. إيه الدليل على إنه عمر بن عبد العزيز اهتم بتحقيق العدالة؟ لأنه كان لما بيختار القضاة والولاة والموظفين لازم يكونوا عندهم الصفات ديت. لازم يكون عندهم الصفات ديت وهو اللي بيختارها، زي العلم والإيمان وحسن إيه؟ وحسن السيرة. طيب رقم 2 من أهم أعماله وهو العلم والعلماء. إن الراجل ده اهتم بالعلم والعلماء
وبناء المدارس. وبناء إيه؟ وبناء المدارس. يبقى إنه عمر بن عبد العزيز اهتم بالعلم والعلماء وبناء إيه؟ وبناء المدارس. طيب إيه تاني؟ إنه هو اهتم بالخانات. رقم 3 إيه؟ إنه هو اهتم ببناء الخانات. عشان كده يجيني سؤال ويقول لي ما المقصود بالخانات؟ الخانات هي أماكن لاستضافة مين؟ لاستضافة المسافرين. ديت أماكن لاستضافة مين؟ لاستضافة المسافرين. فتعالوا مع بعض نتكلم على أسباب سقوط الدولة الأموية. أسباب سقوط إيه؟ أسباب سقوط الدولة الأموية. ساءت أحوال الدولة الأموية بعد وفاة عمر بن عبد العزيز. يجيني سؤال ويقول لي بما تفسر. سؤال يقول لي إيه؟ بما تفسر ساءت أحوال الدولة الأموية بعد وفاة عمر ابن عبد العزيز. إيه الأسباب إن الدولة الأموية أحوالها ساءت؟ رقم 1 من ضمن الأسباب وهي بسبب صراعات الأسرة الأموية على الحكم. صراع مين؟ صراعات الأسرة الأموية على إيه؟ على الحكم. رقم 2 وهي الصراع بين القبائل العربية. ويجيني سؤال يقول لي بما تفسر ليه القبائل العربية كانت تصارع بعضها البعض؟ أقول له لتولي المناصب المهمة في الدولة. لتولي المناصب المهمة فين؟ في الدولة. رقم 3 قال لي إنه كان في طبعا دعوة اسمها ظهور الدعوة العباسية اللي كانت في خراسان على يد مين؟ على يد أبي مسلم الخراساني. أبي مسلم مين؟ الخراساني التي قضت على الدولة الأموية وبدأ عصر إيه؟ عصر الدولة العباسية. وبكده نكون خلصنا مع بعض الدرس الأول، وهنبدأ مع بعض ناخد إيه كام سؤال كده عايزكم تحلوها لي في التعليقات. سؤال أول بيقول لي أكمل. يقول لي أكمل. 1 المؤسس الثاني للدولة الأموية الخليفة هو نقط. السؤال الثاني بيقول لي أكمل برضو. أمر بتوسيع الحرم المكي والحرم النبوي هو مين؟ وبكده نكون خلصنا مع بعض الدرس الأول اللي بيتكلم على الدولة الأموية. وانتظرونا في الدرس اللي جاي هيكون بيتكلم معايا على الدولة العباسية، وهنبدأ نتعرف وهنشوف إيه اللي حصل في فترة حكم الدولة العباسية اللي كانت من سنة 132 هجرية حتى عام 656 هجرية. شكرا. وما تنسوش الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.